زمروداتي هلياتي وحباباتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كي دايره الصحيحه؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم حكايتي بدات. اختكم الشعيبيه اليوم غادي تحكي لكم واحد القصه اللي مؤلمه. واحد القصه ديال واحد السيده كتعاود على صديقه الطفوله ديالها. قصه اللي صراحه مؤثره بزاف وفيها بزاف ديال العبر. نخليكم مع القصه. انا جيت نحكي القصه ديال صديقتي، اختي وحبيبتي اللي صدماتني في حياتي، وكانت بنت جيراننا في نفس الوقت. كانت الله يعمرها دار، بنت اللي زوينه خلوقه متدينه ملتزمه وكتقرا مزيان. كانوا جوج ديال الخواتات ما عندهمش باهم، ماتوا هما صغار. كانت الام ديالهم فيها الام والاب والاخ وكل شيء، كانت هي اللي هزاهم. اللي عوج فيهم الشوفه كتاكلوا. كانت مراه عصاميه كتبيع وتشري، ديال المسمن ديال الحلوى، الطياب الميناج. كانت كتحاول توفر لهم جميع الاحتياجات ديالهم. عرفتوا ديك المشه اللي كتاكل ولادها واللي قرب لهم كتهنشروا؟ هكا كانت معاهم. حياتها كامله كتوقف على بناتها، متعلقه بهم بزاف. ما عاودت لا تزوجات لا حتى شي حاجه. يعني كما كنقولوا تزوجات بناتها، كيف ما بزاف ديال العيالات مساكن اللي كيموت لهم الراجل اولا كيطلقوا. ايوا دازت الايام، كبروا هذوك البنات وزيانوا ولاو عاطين العين بزاف. غير هو الغريب ان وحده كانت كطير وحاسه بالزين ديالها، كانت مشغبه امها بزاف. والاخرى اللي كانت صاحبتي كانت ملتزمه سبحان الله. كما كنقولوا الكرت كتولد الصباغ والدباغ. هاد صاحبتي كانت ديما مدابزه مع اختها على داكشي اللي كدير. ما حدها كتكبر وهي كدير غير المشاكل لامها، ديما مغاوتين ومصادعين. وما باغا لا تقرا لا حتى شي حاجه. كانت كتصاحب مع الرجاله، كانت خفيفه بزاف عكس اختها سبحان الله. فاش كانت كتهضر معاها ما كتقول لها انا خاصني ندبر على شي راجل اللي لاباس عليه يحيدنا من هذا الفقر. كان هذا هو اقصى طموحاتها. فعلا سبحان الله، دارت الايام تعرفت على شي واحد ما كانش مغربي، كان عنده جنسيه اجنبيه. لاباس عليه، جاب لها الذهب الكادوات، دوزات البيرمي شويه، شرات الطوموبيل. ما كانت كتغوت عليها في الاول، ولكن من بعد ملي جا السيد خطبها صافي ولات غير ساكته. ايوا تبرعات امها مزيان، بدلات الفراش ديال الدار، دارت الذهب. ايوا ولات هي المرضيه. حيت الله يسمح لشي والدين، ماشي كلشي، بعض النوع ديال الوالدين عندهم الرضا كيتشرى بالفلوس. اللي عنده الفلوس وكيعطيهم راه مرضي، واللي ما عندوش راه مسخوط. ايوا ولات عاطيه الحر لبنتها الاخرى. شوفي لالاك الراجل اللي جابت وانت انتي مخشيه ليا في دوك الشراوط، كيفاش بغيتي الرجاله يشوفوك وانتي تاك حيله ما كديرها في عينيك. صافي المراه ضاقت الفلوس تسيفات او بالاحرى طمعات. حتى المعامله لبناتها اختلفات، ولاو الفرزيات بزاف. دارت الايام، بنتها اللي كانت صاحبتي مسكينه ولا تعطيها مال الحر في الدخله والخرجه. داك العام كان عندنا الباك. هذيك بنتها اللي تخطبات جلسات من المدرسه. ايوا تفيق تلقى ماما موجده لها الفطور على حقه وطريقه، ما كتخليها لا كتشقى لا حتى شي حاجه. وهاد صاحبتي مسكينه كي كتجي من المدرسه كتلقى لها موجده ليها الشقه اللي غادي دير والطياب. الام ما بقاش كتسالي، ولا دايعه مع بنتها في القيصريات والخروج والدوران والحوايج. جيب هادي شري هادي، ايوا جيب سخن. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. واحد جارنا كان حتى هو ملتزم خدام في داكشي ديال التليفونات على قد الحال، كان عينو من هاد صاحبتي وتا هي كذلك. كانت مسكينه كتقول لي شوفي وانا واخا ما كنهضرش انا وياه ولكن كنبغيه. داك الحب ديال النظرات من بعيد، وتا هو كذلك ومثال. واحد النهار هو يصيفط امو تخطبها. ايوا البنت فرحات، واجي تسمع امها شنو دارت. كحلات بالعمى والظلمه. قالت ليها شلا ما جبتي ليا، شوفي لالاك الراجل اللي جايبه وانتي جايبه ليا هاد المكشط من القاهره للقاهره. قالت لمو لا اختي انا باغا بنتي تقرا وتكمل قرايتها، ما باغاش نزوجها دابا. صيفطاتها في حالها. ايوا البنت بغات تحماق لا هي لا الولد. واحد النهار كنا غاديين المدرسه ويوقفها عطاها تليفون، قال لها هانتي هذا باش نبقى نهضر فيه انا وياك. فعلا بقات كتهضر معاه، وبقات البنت كتحاول مع امها والو. ما فينا هي راه ما بقاش كتواضع، ولات حاسه براسها كتشوف غير الفوق. سبحان الله، الفلوس كتبدل حتى النفوس. الله يجعلها في جيبنا ما يجعلها في قلوبنا. ايوا الولد بقى مره كيصيفط مو، مره كيصيفط شي حد هكا كيعرفهم، زعما باش يتدخل، والو بدون نتيجه. البنت دخلت في اكتئاب. وداك العام كان عندنا الباك، تعلقات بالولد بزاف. ما بقات لا كتاكل لا كتشرب، ضعافت ولات غير كتبكي. واحد النهار قالت لي بلي قال لها شوفي غنتزوجوا واخا ماماك ما بغاتش. قالت لي ما عرفتش شنو غادي ندير.
قالت لي انا غنكمل قرايتي باش نتعاونوا انا وياه ونخدموا حتى نشد الباك ديالي، وديك الساعه الا ما بغاتش ماما غادي نتزوج بيه على سنه الله ورسوله. اصلا ماما ما بقاتش، ماما ولات مرا اخرى ما كنعرفهاش، كتهضر غير بالفلوس. اي واحد ما عندوش الفلوس ما كتعتبروش، كتحتقروا. سبحان مبدل الاحوال، الله يهديها وصافي. ايوا دازت الايام بقينا على هذا الحال. واحد النهار في الدرب فقنا على الغوات ديال الناس، خرجنا كنتجاراو، لقينا امها كتغوت وكتقول جيبوا لي بنتي فين ما كانت تجيبوها، جيبوا لي بنتي وكواك عباد الله. تجمعنا عليها مالك مالك، قالت لنا بنتي هربات. كيفاش هربات؟ قالت فقت الصباح ما لقيتهاش، ما لقيتش حوايجها، حتى حوايجها ما كاينينش. قالت لنا لقات عندها واحد التليفون كانت مخبياه عليها فيه ميساجات مع داك الولد اللي بغى يتزوج بها، وباللي مقررين غادي يهربوا ويتزوجوا. انا طبعا هاد الهضره كامله في راسي، ولكن ما البنت ما قالتش لي راه انا غنهرب معاه. كتغوت وغاديه في الدرب حتى لدار داك الولد، دقات عليهم وكتغوت وكتقول لهم ولدكم خطف بنتي، طمعها غررها. المهم جمعت عليهم الجوقه وحيحت عليهم. الام كانت غادي تحماق، الولد مسكين كان في دارهم ما في خبارو والو. ايوا البنت اختفت، مشات ديكلارات عند البوليس، جاو شدوا الولد، هو مسكين كيبكي وكيقول لهم والله ما شفتها. بقاو كيحقوا معاه، لقاو عنده حجه غياب وطلقوه. رجعوا البوليس كيحقوا مع الناس ديال الدرب كاملين، خدموا الكاميرات ديال الحومه قلبوهم، لقاو باللي البنت ملي دخلت اخر مره لدارهم ما عاوداتش خرجات. قالت لهم ها يمكن هربت معاه من السطح. قلبوا السطح، قلبوا الدار كامله، حتى شي خيط ما بان، وحتى البنت ما بانتش. ايوا البنت ما بانتش وحتى شي خيط ما بان. حتى لواحد النهار كنسمعوا الهضره بزاف في الدرب، ملي جينا كنطلو كنتصدموا بلي البوليس مخرجين امها بالمينوط. حنا ما فهمنا حتى شي حاجه، كلشي تصدم. ملي بدينا كنسولو عاد عرفنا باللي هي اللي قتلات بنتها ودافناها في الدار، وهذا الشيء كامل غير تمثيليه. فاش حقوا معاها قالت لهم انا ملي حصلت عندها تليفون وقريت الميساجات ديالها باللي باغا تهرب معاه ما تقبلتش هذا الشيء. انا اللي ضربت عليهم تماره حياتي كامله، بقيت بلا زواج، ضربت على قبلهم الكرفي العذاب، في الاخير تمشي تهرب معاه. انا بغيت لها زواجه بحال اختها، يمكن تقولوا طمعت، ولكن انا تقهرت من الفقر والذل اللي كنا عايشين فيه. هما ما حاسينش بيا، وهما كيعرفوا غير يقولوا لي بغينا وبغينا، وانا خاصني نحضر داكشي اللي بغاو. انا اللي ضربت تماره، وانا اللي عييت، وبناتي حتى واحد ما ياخذهم ليا الا برضايا. انا البنات اكثر وحده تصدمات في هذاك الدرب، حيت كانت صاحبتي وحبيبتي واختي. ما نكذبش عليكم، تصدمت الصدمه ديال عمري، ما بغاتش تدخل ليا راسي. قتلت بنتها، كيفاش تقتل بنتها؟ ما بغاتش تدخل ليا راسي. دوزت واحد المرحله اللي صعيبه في حياتي، خصوصا ملي خرجوا النتائج ديال الباك وبنتها كانت ناجحه بميزه حسن الله يرحمها. شبعت بكا، ما نعاودش لكم الحاله ديال الاكتئاب اللي دخلت فيها. ما تخيلتش باللي كاين قلبها قاسي بحال هكا. ديما الام كانت هي نبع الحنان ومصدر العطف، هي البر ديال الامان، هي المأوى. للاسف ضيعت بنتها بسبب انانيتها والطمع ديالها. تعقدت في حياتي، وليت كنخاف من ماما، ولات عندي ازمه ثقه في الناس كاملين، ما بقيتش قادره نثيق حتى شي واحد. هلياتي وحباباتي، انا كنسرد لكم هذه القصه وكنبكي في الداخل ديالي. ما تصورش كاين امهات بحال هكا. قصه صراحه اللي مؤلمه بزاف وضراتني في قلبي. الله يرحم ديك البنيه والله يسمح الام ديالها. نتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم وفي امان الله.